بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا النهاردة عن جنيه البنك الأهلي المصري الشهير بجنيه توت. جنيه توت عنخ آمون. وده طبعا الإصدار السادس من الجنيه المصري. ده سادس إصدار من الجنيه المصري. جنيه توت سادس إصدار من الجنيه المصري. ده شكله وده حجمه. طبعا تاريخ إصدار الورقة اللي في إيديا دي 1 أغسطس 1960. ده شكلها وده الظهر بتاعه اهو يا باشا. ده الظهر بتاعه اهو. طبعا الورقة اللي في ايديا دي حالتها تعبانة جدا، يعني متبهدلة، ماهيش حالة أنصر ولا حالة زيرو. الحالة زي ما انت شايف كده، حالة على قدها، يعني تعتبر حالة تعبانة. ده حالة تعبانة. ده طبعا حالة الحالة رديئة زي ما انت شايف كده، حالة تعبانة جدا. الجنيه حالته تعبانة جدا. عشان كده بقى هنتكلم على سعره بالحالة اللي في ايديا دي. يعني الجنيه اللي قدامك ده، اللي انت شايفه قدامك ده يعمل 80 جنيه، 90 جنيه، 100 جنيه اخره. بالحالة اللي انت شايفها دي يعمل من 80 جنيه ل 100 جنيه، لانه حالته تعبانة زي ما انت شايف. اما لو حالته زيرو انصر، فده هيعمل 300 جنيه، 350 جنيه، من 300 جنيه ل 350. اما بالحالة اللي انت شايفها دي قدامك دي، فده هيعمل من 80 جنيه ل 100 جنيه، لا يزيد عن كده ولا يقل عن كده. ليه؟ لانه حالته زي ما انت شايف كده، الحالة على قدها. اما لو حالته زيرو هيعمل 300 جنيه، 400 جنيه، بس يكون زيرو يعني انصر، يعني تمسكه كده تلاقيه ما تلمس، محدش لمسه. فده يعمل من 300 جنيه ل 400 جنيه. وكل حاجة برضو على حسب التوقيع بتاع المحافظ ده، على حسب توقيع المحافظ ده. في نسخة طبعا أقدم من دي، بتوقيع محافظ أقدم من دي، في الخمسينات. نسخة في الخمسينات. أما ده فده إصدار سنة إيه؟ 60. أهو، ده إصدار سنة 60. في نسخة قبليه أهي، ده 1 أغسطس. ده 1 أغسطس سنة 60. ده شهر أغسطس سنة 60. في إصدار بقى تاني اللي هو في الخمسينات، ده بيبقى أعلى شوية، يعني ممكن يوصل حالة الأنصر بتاعته ل 450 جنيه. أما اللي قدامك ده فده سعره يعمل 80 جنيه، 100 جنيه. لو في حالة أقل من كده متقطع بقى والكلام ده كله، هيعمل له 50 جنيه، 60 جنيه. لكن اللي قدامك ده هيعمل 80 جنيه، 100 جنيه. شايف الظهر بتاعه اهو متبهدل، والحالة ايه؟ حالته تعبانة جدا، متبهدل اهو، ومتني ومتقطع اهو. ده قطع اهو، في قطع هنا اهو. ده كله بقى يقلل ايه؟ من سعر العملة. القطع ده يقلل من سعر العملة. اي عملة فيها قطع طبعا ده يقلل من سعرها. لو الحالة جديدة هيعمل 300 جنيه، 400 جنيه. إصدارات بقى الخمسينات، إصدار سنة 50 والكلام ده كله، هيعمل إيه؟ 400، 450 جنيه.
اما اللي قدامك ده يعمل 80 جنيه. ده اسمه جنيه توت عنخ امون. ده طبعا زي ما قلنا الاصدار السادس من الجنيه المصري. طبعا اول اصدار كان جنيه الجمالين، ده اول اصدار. تاني اصدار جنيه المعبد. تالت اصدار جنيه الجمل الواحد. رابع اصدار جنيه ادريس. خامس اصدار جنيه السند. سادس اصدار جنيه فاروق. سابع اصدار ده الاصدار السابع. انا قلت عمال اقول الاصدار السادس وهو الاصدار السابع. ده سابع اصدار من الجنيه، سامحني معلش. ده سابع اصدار من الجنيه. ده الاصدار السابع من الجنيه المصري مش السادس. انا غلطت وقلت ان هو سادس اصدار، لكن هو السابع. انا نسيت جنيه السند خالص وتاه من بالي، فمعلش. ده سابع اصدار. ده السابع. الاصدار السادس اللي هو كان جنيه فاروق. اما ده الاصدار السابع من الجنيه. وده يعمل زي ما قلنا على حسب كل حاجة، على حسب حالتها. اللي قدامك ده هيعمل 80 جنيه 90 جنيه 100 جنيه اخره، ما يزيدش عن كده ولا ينزل عن كده. حالات الأنصر فيه في الإصدارات بتاعت سنة 60 ده، يعني إصدارات اللي هي بعد سنة 60، هيعمل من 300 جنيه ل 400 جنيه. إصدارات الخمسينات هتعمل من 400 ل 450 جنيه في حالة الأنصر. ركز في كلمة في حالة الأنصر، يعني ما تلمس، يعني زيرو، يعني يكون الجنيه قدامك زيرو. لكن لو الجنيه بقى بالحالة اللي قدامك ده، فأنا قلت لك ده سعره 80 جنيه 90 جنيه 100 جنيه. كل حاجة بتتقيم على حسب سعرها. أماكن البيع والشراء قلنا عليه، وأقولها لك تاني برضو. أماكن البيع والشراء هي أول حاجة جروبات الفيسبوك. جروبات الفيسبوك البيع والشراء عليها أكتر حاجة. بعد كده المواقع زي موقع ايباي، أمازون، السوق المفتوح، موقع علي بابا. كل المواقع دي تقدر تبيع وتشتري من عليها العملة بتاعتك. لكن أفضل أماكن تقدر تبيع من عليها أي عملة هي جروبات الفيسبوك. تخش تنضم لجروبات الفيسبوك دي، وتعرض العملة بتاعتك عليها. وتقدر من خلال جروبات الفيسبوك دي تقدر تبيع عملتك. ده الفيديو بتاع النهاردة. اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، واستنونا في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله.